السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في مطبخ دودي رشاد. يا رب تكونوا كده في أسعد حال. والصيف هلاله وجه بسرعة بالحر بتاعه، بس معلش بقى في الصيف هناكل برضو حاجات لذيذة وساقعة وتطري على قلوبنا كده، وحاجات طبيعية بدون ألوان صناعية. الفاكهة كلها الأيام دي موجودة، وكمان المانجا قربت خلاص تنزل. شايفين ما شاء الله على الجمال، حاجة كده تحفة. عايزة اقول لكم ان الايس كريم هتعمليه في البيت اوفر بكتير وصحي والطعم اروع. وان شاء الله حبايبي الفيديو النهاردة يعجبكم. هنحتاج بقى نص كوباية جيلاتين. انا استخدمت الجيلاتين نباتي بيبقى لونه ابيض كده. ممكن تستخدمي جيلاتين برضو حيوان بيبقى مصفر وله خشونة شوية. حطيت نص كوباية الجيلاتين وعليها 4 كوبايات مية دافية، او يعني فترة مش تبقاش دافية قوي. ونقلبهم لغاية اما ما نلاقيش خالص فتافيت كده في بتاعة الجيلاتين. لو لقيتي فتافيت ما تقلقيش، احنا هنسيب الجيلاتين نص ساعة لغاية اما يبرد خالص. ممكن تحطيه في التلاجة ربع ساعة كده بس، علشان ياخد القوام، والفتافيت اللي فيه دي هتدوب خالص وما تقلقيش منها. بعد بقى ما سبته، شايفين السمك بتاعه تخن شوية. عندي بقى كوباية إلا ربع كريم شانتيه، ونص كوباية لبن بودرة، وتلات أو 4 معالق سكر حسب التحلية اللي انت بتحبيها. ممكن على فكرة نلغي كوباية مية من اللي حطيناهم ونحط كوباية حليب لو ما عندكيش اللبن البودرة. هنضرب بقى بالمضرب لغاية أما يدي بقى القوام كريمي كده وله سمك. وخلي بالك طويل بقى شوية في الضرب، عشان هنضربه تقريبا من 20 ل25 دقيقة لغاية ما يوصل للسمك اللي احنا محتاجينه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين. يعني حاولي بقدر الامكان تخلي الضرب متواصل. اهو زي ما انتم شايفين، هو ده السمك اللي احنا عندي بقى في الفريزر. كنت عاينه كام حبايه موز، الولاد ما كانوش عايزين ياكلوه، بدأ يستوي. وعندي وحدايه مانجا مخزناها من السنه اللي فاتت، وشويه فراوله من ايام بقى رمضان، وبرضو متجمدين. ويستحسن ان تستخدمي في الايس كريم الفاكهه تبقى مجمده. هنضف بقى الفاكهه بتاعتنا. اي فاكهة عندك في البيت زيادة الولاد زهقوا منها حطيها في الفريزر، هتحتاجيها تعملي بيها عصير، تعملي بيها ايس كريم زي ما انا عملت، وما ترميش حاجة. هنقشر برضو الموز. حبايبي بقى اللي لسه اول مرة يشوفوا القناة، يا ريت بقى لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديدة. انا بقى ضربت كل فاكهة لوحدها، ضربتها في الكبة، بقت بيوريه زي ما انتي شايفة كده. وعندي 3 علب كده شفافين تشتريهم من عند مستلزمات الحلواني، او حد بيبيع اطباق البلاستيك والكلام ده. هتلاقي عنده العلب الشفافة دي علشان الاستهلاك يبقى واحد. ايه، وفي فيديو كمان حلو قوي ايس كريم موكا وتوفي، ان شاء الله يعجبكم باذن الله هتشوفوه. عندي بقى بعد ما حطيت الفاكهة البيوريه في العلب، حطيت عليهم الكريمة زي ما انتوا شايفين كده، وضربت كل فاكهة مع شوية الكريمة اللي حطيتها. تضربي كويس جدا. شايفين الالوان حلوة قوي قوي من غير اي الوان صناعية، والطعم كمان رائع. لو بعد بقى ما ضربتي الفاكهة مع الكريمة اللي احنا حطيناها حسيتي ان محتاجة سكر، ممكن شوية سكر بودرة تزوديهم وتضربي تاني حسب التحلية اللي انت حباها. تتحط بقى في الفريزر من 6 ل8 ساعات لغاية ما تتجمد خالص. شايفين ما شاء الله، وتطلعيها بقى في الكاسات او في اطباق، حاجة كده تحفة.
خليكم معايا لاخر الفيديو علشان في طريقة برضو هعملها معاكم لايس كريم الفانيليا بطريقة مختلفة شوية، وبرضو هيعجبكم ان شاء الله. شايفين؟ عايزة اقول لكم الطعم رائع رائع. يلا بينا بقى وندخل على الايس كريم الطريقة التانية بتاعة الفانيليا. شايفين الجمال والقوام التحفة؟ على فكرة القوام بتاع الايس كريم مش لازم يبقى تخين، هو بيبقى سايل شوية. حتى لو جبتي ايس كريم جاهز وسبتيه يسيح هتحسي ان هو سايل، مش زي الكريم شانتيه. طريقة جميلة وتحفة. ولو عندك القوالب او من غير قوالب ممكن تستخدمي. انا عشان ما كانش عندي العصيان، وكمان بصراحة وش القالب راح مش عارفة راح فين، بيبقى له العصيان بتاعته، فاستخدمت المعالق بتاعة الرز بلبن البلاستيك دي، احنا بنتصرف عادي. يلا بقى نشوف الطريقة مع بعض. عندي بقى في الخلاط هحط كوبايتين مية. يستحسن تكون المية متلجة. وهحط كوباية الا ربع كريم شانتيه، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار لبن بودرة. لو ما عندكيش برضو لبن بودرة هتشيلي كوباية مية وتحطي بدلها كوباية حليب. المعلقة الجبنة الكريمي دي بقى اللي انا حطيتها، عايزة اقول لكم بتدي فخامة كده ودسامة وتحفة للايس كريم. هتحطي طبعا معلقة كبيرة فانيليا، ونضربهم بقى في الخلاط. يعني تضربي لمدة 5 دقايق كده. اظن مفيش اسهل من كده. انا حسيت ان هو ممكن يبقى خفيف شوية، فزودت معلقتين كريم شانتيه. احيانا بقى في كريم شانتيه بيجمد بسرعة او بيتقل، واحيانا تانية بنلاقي نوعيته خفيفة شوية. فيستحسن تجيبيه من حد مضمون علشان تضمني السمك والكمية اللي انت حطاها تبقى مظبوطة. هنصب بقى الخليط بتاعنا القمر ده في القوالب. وهنحط بقى المعالق بتاعة الرز بلبن. زي ما قلت لكم ما كانش عندي الستيك بتاع الايس كريم، بس برضو بنتصرف عادي. وتتحط بقى القوالب دي في الفريزر لمدة 8 ساعات تقريبا لغاية ما تتجمد خالص. دي القوالب دي صغيرة، ممكن حتى تقعد 6 ساعات مفيش مشكلة خالص، المهم توصل للتجمد بتاع الايس كريم. والباقي بقى انا حطيته في علبة زي ما انتوا شفتوا. وعندي بقى شوية مربى فراولة، حبيت كده اكسر لون الايس كريم الابيض عشان كمان يبان. وتحطي بقى الايس كريم بالطريقة الفنية اللي تعجبك. وكان عندي زي فورماسيه كده بس على شكل نجوم، برضو زوقت بيها. الاطفال بيحبوا الحركات دي قوي. يا رب حبايبي يكون الفيديو خفيف عليكم واستفدتوا. وادي كمان القوالب طلعتها وحاجة كده روعة. وكان عندي شوية بقى شوكولاتة سيحتهم، وحبيت بقى برضو ازوق القمر بتاعنا ده الايس كريم التحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي، واشوفكم في فيديوهات تانية. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.